السلام عليكم، صباحكم سعيد ورمضان مبارك سعيد. اليوم راه جبت لكم واحد الخلطة، واحد الوصفة رائعة للرمضانيات بالنسبة للناس اللي كيتسحروا ولا اللي ما تيتسحروا، اللي بغا يحطوها في الفطور او لا للسحور او لا حتى للعشاء يتعشوا به. راه رائع. جبت لكم واحد الوصفة ديال البغرير بواحد التركيبة رائعة بالنسبة للموالين السكر تيب، مثلا جوج او مولين السكر، ما يستعملوش هاد سميتو الذره. راه جبت لكم فيها الذره والميسر السنكار، غتكون من هاد سميتو. ما يقدروش يستعملوه مولين السكر، يحيدوه ويخلطوه مع الشعير. الشعير يكون منقي مزيان ومطحون ومغربل مزيان، يخلطوه يبدلوا الشعير بالذره. اذا هاد الخلطه هادي راه كتكون من الذره كي قلت، الميسر السنكار لو مايس، والقمح الصلب، القمح ديالنا، القمح الصلب، بلي ديوغ، الفرينه، فرينه حتى هي، فوالا فرينه او لو بلي طوندر. هنا غادي تخلطوه مع الحلبه، فوالا تيفيداس الحلبه، والقزبر يابس، ثم القراص. القراص يعني الحريقه لورتي. هاد الخلطه هادي غتجي واحد البغرير ما يجوعكم ما حتى شي حاجه، ولكن رائع. تقدروا ديروه الفطور. انا بغيت نديرو اليوم الفطور، بغيت نصايبو الفطور ديالي مع الشاي او مع الخلطه ديال الاعشاب، وغادي نفطر به بالزيت البلديه او لا زيت زيتون والعسل الحر. المهم ندوزو للطريقه. هتشدوا هاد الخلطه هادي، كتخويو عندي الطحانه انايا، كنخوي القمح، هاد المكونات هادو، فوالا هاد القياسات هادو، فوالا. فوالا هاد الخلطة هادي كنطحنوها كاملة مع القراص وكنطحنوه، نشدو وكنطحنو وغادي يتغربل. وندوز نوريكم الطريقة ديال التحضير ديال، فوالا هاد الخلطة هادي غيدوز غيتطحن دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم. غيجي رائع رائع، يغنيك عن بزاف ديال الحوايج وصحي. موالين السكر، قلت موالين السكر يبدلوا الذره ب الشعير، راه تيجي معاه رائع. ولا ما عندهمش الشعير بلاش يديروا هي فرينه، شويه الفرينه والقمح، يعني البلي ديغ والبلي طوندر، وشويه ديال الحلبه. الحلبه راكم شفتوا القياس، هي والقزبر يابس، راه تيجي رائع. ومن بعد راه غادي نطحنوه وغادي ندوز نوريكم الخلطه كيفاش. فوالا ها هو تطحن. شوف هاد الطحين كي جا تبارك الله. هادشي راه من خالته، راه من مغربل ما تاع شي حاجه، وتقول يعني كلشي مسحوق، كاع هادوك المكونات كلهم مسحوقين. غندوزو للتخلاط وغادي نوريكم واحد السر ديال التخلاط. الاول تنديرو الطحين، غنخلطو في الخلاط كهربائي، ولا ما عندوش الخلاط الكهربائي راه يخلطو بيديه ماشي مشكل. غندير الطحين صحي، وغادي نزيد عليه شويه مليحه بالقياس اللي كديروا نتومايا،
ثم الخميرة، ومن بعد غنزيد الماء سخون شي شويه، ماشي دافي ماشي سخون، ديك لا طومبيراتير ديال 30 دوغري 27 30. فوالا، وغندوزو غادي نميكسيه. صلى على النبي، شوفوا التكستير ديالو كي دايره. فوالا، ما جاري بزاف ما خطر بزاف، صافي. وغادي نديه دابا يخمر. صلى على النبي، صلى على النبي. ها هو خمر. شوف 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 التكستير ديالو. صلى على النبي، تبارك الله راه خمر. فوالا، غندوز دابا للخبيز. فوالا، شوف البغرير كي جا، طريقة الخبيز ديالو. هو واحد السر غنقولو لكم من بعد ما تشوفوا التكستير ديال العجينه كي دايره. السر اللي فيه ما تبردوش فيه المقله دائما خليوها سخونه. الا دوزتوها للماء راه يخسر لكم. المقله تبقى دائما سخونه، وكتمشيو على هاد الطريقه هذه. انا كندير جوج مغرفات، عندي المقله كبيره، تقدروا ديروا فيه. عندكم المقله صغيره تقدروا ديروا فيها، راه تيجي رائع جدا 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 ومنعش. نعم سيدي كينيا، مغذي، زين للصحة. هذا تستعملوه في الرمضانيات أو في الفطور، غيجيكم رائع. صلى على النبي، ها هو وجد، تبارك الله. شوف شوف كي جا دابا بالقمح، يعني القمح الصلب والرطب والقمح الرطب والذرة، الحلبة، القزبر يابس حبوب. شوف شوف تبارك الله كي جا، وكامل مسحوق كل شيء بالنخاله ديالو، كل شيء بالنخاله ديالو، صحي. تهلاو في راسكم شي شويه، وحاولوا تبعدوا شويه من هذوك سميتو. راه الله ما يدار، راه الله عندكم ما يدار. وبابسط الامكانيات راه ممكن ديروا شي حويجات اللي هما صحيين لكم ولوليداتكم. هذه راه وجبه دابا كامله مع زيت الزيتون والعسل الحر تاع النحل، يعني العسل يكون حر وزيت زيتون والشاي ولا سميتو، ولا اللي كيشرب القهوه ولا شوف شنو كتشربوا. انا كندير تخلط. درت انا اليوم الشاي سميتو بالسلميه والنعناع وشويه ديال الازير. صافي، عندي وجبه دابا تبارك الله كامله. شوف كي جات تبارك الله، رائع جدا جدا. هنا يضاف اليه زيت زيتون، زيت زيتون والعسل. العسل الحر. الفطور نعم سيدي كنيا، وجبه تغنيك عن كثرة الأكل والشحوم والمواد الحافظة أو المسرطنة. تاكلها صحية نافعة بدون مشاكل ومقوية
سير هذه غتدك. دابا انا درت 3 البغريرات ان شاء الله، راه بغات تديني حتى 4 5 ان شاء الله. غندير الوجبه الاخرى ولا 6 ولا شوف امتى تيجيني الجوع عاوتاني وندير الوجبه الاخرى. صنع النبي، وجبه غداء ولا عشاء ولا خفيف في النهار، وداك الشيء كيجي هو هذاك رائع. صلاه على النبي. هنا ها هو، وبصحتكم وراحتكم.